بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما كثيرا. اللهم آمين اللهم آمين. النهارده نقف وقفة مع حاجة اتكررت كتير في الآيات اللي قرأناها النهارده. عندنا في سورة التحريم موجودة قرأناها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وبيخاطب أمهات المؤمنين: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. يبقى احنا عايزين نعرف الولي ده هو مين؟ الولي مين؟ أولا الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. يبقى الولي حتى من اسمه سبحانه وتعالى الولي. سورة الشورى: فالله هو الولي وهو يحيي الموتى ويحيي القدير. تاني: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. يعني الولاية مش بعيدة منك، مش بعيد عنك. يعني أنت ممكن تبقى ولي وممكن تكون أصلا ولي. هو الولي ما هوش الولي اللي أصبح له رمز في مكان معين أو محافظة معينة وتعمل له ضريح ويتعمل له ملك كل سنة. مش هو ده بس، مش هو ده بس. إنما الولي موجود يوميا، موجود في وسطنا. ممكن يكون هو أنت، هو أنا، هي أختنا، هي أمنا، هي زوجتنا، هي بنتنا، أي حد. القرآن بيقول كده: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة على ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. الصفات اللي جايه ده هي تاخد بالك منها قوي. وبعد كده هجيب لك الايه؟ من هو الولي من القرآن والسنة. الصفات اللي جايه في المؤمنات ربنا سبحانه وتعالى، وهنقف وقفه واحده بس مع صفه منهم. لما بيقول تائبات، قدم هنا التائبات على مين؟ على العابدات. يعني ربنا سبحانه وتعالى عايزك تبقى نظيف الاول وطاهر الاول وتستغفره وتتوب اليه، تمام؟ بعد كده تعبده. هو انت قبل ما تصلي الوقت التهجد او قبل ما تصلي اي صلاه فرض او سنه بتعمل ايه؟ بتطهر طهاره ظاهريه، صح؟ وبعد ما تخلص الوضوء بتقول اعمل ده. مش تصلي؟ لا قبل ما تخش تصلي بعد ما تخلص الوضوء بتقول ايه؟ الشهادتين: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دي معناها ايه؟ براءه من الشرك، اعلان بالتوحيد لله والنبوه لرسول الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد كده بتقول ايه؟ الله يفتح عليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يبقى التوبه ايه؟ تعالى بقى نشوف سؤال بعد اذنك. تعالى بقى ندخل على مين هو الولي. الولي ده بيعمل اعمال كتير احنا ما نقدرش نعملها. احنا هنعرف تعريف بسيط خالص من القرآن ومن السنه، وشوف الصفات اللي موجوده في الولي ده صعب عليك ولا سهله. اولا من القرآن في سورة يونس عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه في القرآن؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دول ايه؟ أولياء الله. الأولياء لا اللي بعدها الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنت محتاج ايه؟ إيمان وتقوى. الذين آمنوا وكانوا يتقون ثوابهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل ذلك هو الفوز
العظيم. يبقى أول تعريف هنا سورة يونس أهو اللي هو الإيمان وإيه؟ اللهم اجعلنا منهم رب العالمين. نرجع قبلها بشوية في سورة المائدة بقى تديك تعريف تاني أو هو كان يبقى الأولاني. إنما وليكم الله، يبقى ولينا من الأول الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. 3. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. بس الذين آمنوا بهم لهم صفات، لهم شروط. والذين آمنوا هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صفتين هم إقامة الصلاة وإيه؟ أنت بتصلي ولا بتصليش؟ بتخرج زكاة مالك ولا ما بتخرجهاش؟ تخرج زكاة فطر ولا ما بتخرجش؟ يبقى الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، يعني عايز يبتعد عن هذه الولاية، فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. سورة الأعراف تديك بقى حاجة جميلة كده. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى. يبقى احنا محتاج صلاح، يبقى إقامة الصلاة، الزكاة، صلاح. وقلنا في سورة يونس إيمان وتقوى. 5 حاجات. نقولهم تاني. سؤال يا مولانا بعد إذنك، مين فينا المتقين اللي انت تعتبر انت امام المسجد وعارف اللي بيصلي مين وعارف الحاجه، ممكن تبقى عارف المتقي فينا احنا قاعدين اهو. صلى الله عليه وسلم. ممكن تقول زي يعلم الغيب الا الله حجرته. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لأحد أن يجيب على هذا السؤال. ليه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما ينفعش أقول على فلان متقي أحتسبوه عند الله من الصالحين، أحتسبوه من الأتقياء، أحتسبوه من الأولياء. ما تستطيعش تجزم وتجبر إن هو أعلم. إحنا لنا الظاهر بس. الله أعلم. الله أعلم. يبقى نرجع تاني نقول صفات عندنا: إقامة الصلاة، الزكاة، الصلاح، الإيمان، التقوى. 5. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. سورة المائدة. ويتولى الصالحين. سورة الأعراف. سورة يونس آمنوا وكانوا يتقون. تعال بقى نشوفهم فين في الحديث. في الحديث هيجيب لي نقطة تانية مهمة لازم تكون أساسية في الولي. الحديث حديث قدسي. حديث قدسي. حديث ايه؟ قدسي. يعني بيرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن مين؟ عن ربه عز وجل سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللي يأذي ولي من الأولياء أو يعاديه آذنته بالحرب. خد بالك من الجملة دي، أو دي مقدمة الحديث، دي المقدمة. وبعد كده يقول ايه؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ايه العلاقة بين الجملة الأولى دي وبقية الحديث اللي جاي؟ عايز يعرف لك الولي هو مين، صح؟ يبقى أول حاجة في الولاية ايه؟ أو الولي الفرائض. يبقى ما ينفعش أكون حريص على صلاة التراويح أو التهجد وأنا ما بصليش الفرائض، زي عدم اقعد اطعم مساكين وفقراء وانا ما باخدش زكاه مالي. يبقى الاساس الاول ايه؟ الفريضه، فرض، زكاه، صوم، حج، كل. ولو في الصفات الخمسه دول من المتقين ربنا يجعلنا منهم يا رب. يا رب. يبقى نرجع تاني نقول صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول لي الحديث ايه؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. نقف هنا تاني. يبقى الحتة الأولى، النقطة الأولى إيه؟ تعريف الولي. إن يعني اللي هيقف له مين؟ واللي هينشر الولي ده مين؟ الله. أول حاجة أداء الفرائض هي أحب الله عز وجل أي حاجة. الحاجة الثانية الإيه؟ النوافل تزيدك محبة وتزيدك حبا لله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ يبقى أنت بتصلي التراويح، يبقى أنت بعد الفريضة يبقى أنت إيه؟ بتزداد محبة، تزداد قرب من الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يحب. محبة يعني حتى أحبه يعني أحبه الله. فإذا أحببته ده استمار بقى. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وبعدين ولئن سألني لأعطينه. يعني إجابته سؤاله أو دعاؤه مجاب بإذن الله سبحانه وتعالى. ولئن سألني إيه؟ لأعطينه. ولئن استعاذني طلب العوذ واللجوء والحصانة يحصنه ويحفظه وينصره. ولئن استعاذني إيه؟ لا أعيذنه. يبقى دي كده إيه؟ تعريف الولي. شوف نفسك وعرض نفسك على الصفات دي والأعمال دي. محتاج قامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صلاح حالك وأفعالك. صلاح اللي هو إيه؟ صلاح اصلح نفسك، اصلح حالك، اصلح أحوالك. تمام؟ الصالحين. الإيمان والتقوى من إيه؟ اللي في سورة يونس. نختم بالآية اللي في سورة فصلت. ربنا يقول إيه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا آمنوا قالوا ربنا الله واستقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الدنيا وفين يبقى النصير لك والدافع عنك. تتكلم عن سبحان الله. بل يجيرك وينصرك ويحفظك ويحصنك الله عز وجل. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تمتعون. دي تعريف مين؟ الولي. ختمنا بالآيات من سورة التحريم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا إيه؟ امرأة فرعون إذ قال. طب ليه بقى؟ عشان ما تفكرش إن الولي يبقى راجل بس. الولي مش في الرجولة بس. الولي في الرجولة وفين؟ في المرأة التي تقوم في بيتها طاعة لزوجها وتصره وتسمع كلامه وتؤدي فريضة ربها ولي. ومشهور عندنا كده في البلاد كده وفي الحي يقول لك الولي. هي الولي ولي يعني ايه؟ جايه من الولايه. هي فعلا بتأدي الايه؟ اعمالها فاسمها وليه. انت ولي وهي ولي. وليه يعني ايه؟ مش ست كده اي كلام. لا 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 ابدا. التأمل كده معنى الكلمه كده والله مش بنقول كلام يعني. بيقول لك ايه؟ الوليه الفلانيه. يقول لك ست مبروكه طيبه بتأدي الصلاه تقوم صلاتها تعزوها تخدم بيتها ويبقى العيد ايه؟ بيتها واولادها وليه. يبقى الولايه تشمل مين؟ سيدة مريم بتقول ايه؟ او في سوره التحريم ضرب الله مثلا لنا امرأة فرعون كانت في بيت مين؟ فرعون اكبر طاغية لكنها كانت ولية من الاولياء. تقول ايه؟ ضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. بدلني بقى من مكان البيت اللي انا قاعده فيه ده وفي وسط العالم دي اللي ما بترودكش الجحدين والكفره دول. ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. والآية اللي بعدها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها
فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. منين؟ من القانتين. لا، من القانتات. يعني نفس قريب. القرآن بيقول ايه؟ قانتين. ايوه صح، انه صح. يبقى كانت منين؟ من القانتين. طب ربنا يقول هو بيتكلم عن النساء اهو، يعني طبيعي يقول اهو غير القرآن يقول ايه؟ وكانت من القانتات، عشان بيديها صفة الكمال. بيعطيها ايه؟ صفة الكمال، يدخلها صفة الكمال اللي هي المطلقة العامة دي بتكون ايه؟ لكن لما تكون صفة التأنيث قد يكون فيها ايه؟ تنقيص او نقص. وكانت من الايه؟ من القانتين اصبحت ايه؟ لها الولايه. يبقى الولايه في الرجل والولايه فين؟ في المراه. الله عز وجل ولينا والملائكه والرسول صلى الله عليه وسلم والذين امنوا وايه؟ والذين امنوا. صفات الذين امنوا: قامت الصلاه، ايتاء الزكاه، الصلاح، الايمان، التقوى. كمان مره: صلاه، زكاه، صلاح، إيمان، تقوى. ونختمها بالإيه؟ بالتوبة والطهارة اللي صوت التحريم: تائبات عابدات يا توبوا الله توبات نصوحا. دي كانت باختصار كده لما لقينا الآيات بتقابلنا وفيها كلمة الولي دي أثرت فيها الإيه؟ وحبيت إيه؟ إن نقف في هذه الوقفة وناخد بالنا هل الولاية أو الولي يتوقف على إنسان معين أو إنسان خلاص انتهى ومات؟ هل ما يجيش بعد كده ولي؟ هل أنت من الأولياء ولا لأ؟ قيس نفسك وشوف الصفات اللي أنت اللي قدام منك دهية والأعمال دهية، هل أنت منهم ولا لأ؟ وشوف عندك الحديث: ما تقرب إليه عبد يمشي حتى لو افترضتوه عليه. يبقى عليك بالفرائض أولا، عليك بالنوافل كذلك ثانيا، لكي تزداد محبة وحبا لله وبالله، ويحبك الله عز وجل أكثر وأكثر. فيقول: سمع الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها. يعني يوفقك في كل أعمالك، يوفقك في كل أعمالك. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فنسأل الله عز وجل أن نكون من أوليائه الذين هم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ونسأله جل وعلا الصلاح والفلاح والهدى والتقوى، وأن يحب لنا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكفر لنا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا يا ربنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لنا خاتمة السعادة أجمعين، وتوفنا ربنا وترضى عنا. اللهم اتب علينا توبة الأحباب من غير ارتياب ولا عتاب. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب أكرمنا واعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، ويسرنا ولا تؤسن علينا. اللهم انا نسالك يا ربنا الثبات على الطاعه، الثبات على الطاعه، والثبات على العباده. اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تقبل منا الصيام والقيام، وتقبل منا قراءه القران، وشفع فينا الصيام والقران، وادخلنا يا ربنا الجنه من باب الريان، وادخلنا يا ربنا الجنه من باب الريان. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا رمضان برضاك ورضوانك، واجعلنا من اتقاك من النار. اللهم امين امين، ومن المقبولين الفائزين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا.